هنعمل النهاردة مقارنة بين أفضل 4 مرطبات للبشرة الدهنية والمختلطة في الصيف وفي الشتاء من حيث المكونات والسعر والفوائد والعيوب. هبدأ بمرطب ماليندا الإصدار الجديد عشان هو عليه شهرة عالية جدا وعليه خلاف كتير. هو الإصدار الجديد عموما هم عملوا عليه تعديلات، يعني خففوا فيه نسبة العطر، وكمان القوام بتاعه بقى أخف عشان يناسب البشرة الدهنية أكتر. القديم كان طبعا بيناسب الشتاء أكتر لأن قوامه كان ترطيبه عالي جدا وقوامه تقيل شوية. الجديد دلوقتي بيناسب صيف شتاء، لو عايزة تطبقيه في الشتاء تقدري تطبقيه أكتر من مرة في اليوم. مكوناته تحفة بجد، بيحتوي على هيالورونيك أسيد ونياسيناميد وكمان سانتيلا، فيتامين اي، جليسرين، بنسينول. ومن عيوبه ان هو ممكن يفرول على البشرة، فخلي بالك يعني ما تطبقيش منه كميات كبيرة مع سان سكرين او سيرامات تانية. وكريم ماليندا حجمه 120 جرام وسعره 250 جنيه حاليا. مرطب ليلاك من اكتر المرطبات المشهوره جدا هنا في مصر، لانه بيناسب كل انواع البشره فعلا، خصوصا كمان البشره المختلطه هتلاقيه ناعم جدا على البشره، مش بيسبب لك اي انسداد للمسام او بيطلع لك حبوب تحت الجلد خالص. كمان خالي خالص من العطور، ودي حاجه جميله جدا فيه. بيحمي حاجز البشره، بيحتوي على سيراميد، نياسيناميد، بنسينول، يوريا وكولاجين. حجمه 100 مللي وسعره 250 جنيه. جلامي لاب هادرا كريم، هو الكريم ده لكل انواع البشره، يعني مش هيبقى مخصص لبشرتنا الدهنيه والمختلطه مع الاسف. علشان كده ممكن يطلع منه شويه عيوب، زي ان هو بيسد المسام، يبتدي يعمل لنا حبوب تحت الجلد. ده ابدا ما بيمنعش ان هو يناسب ناس كتير جدا جدا من اصحاب البشرات الدهنيه والمختلطه، خصوصا في فصل الشتاء. وكمان بيدي نضاره حلوه قوي وبيشد البشره لو كانت بشرتك شويه ضعيفه ومجهده. من مكوناته العسل، الجليسرين، الالوفيرا، البابونج، الجينسينج، الايلاستين البحري. تركيبته مائيه، يعني حتى هما كاتبين عليه ان هو بيحتوي على 75% ميه. من عيوبه مع الاسف ان هو فيه ريحه عطر قوي ممكن تزعج الناس، او ممكن كمان لو بشرتك حساسه ما يناسبكيش. وكلامي لاب هيدرا كريم سعره 290 جنيه، حجمه 50 جرام. انا شايفه انه سعر مرتفع قوي بالنسبه لحجمه. وسيبا كلار هيدرا من شركة حياة، هو مناسب في الصيف والشتاء، بس أنا شايفة إن ترطيبه في الصيف هيكون أفضل من الشتاء. هو كمان مش مناسب للبشرات الحساسة عشان بيحتوي على أحماض كتير قوي. أو بالمناسبة في منه نوعين، ما تتلخبطوش، في منه نوع هو جل مخصص للعلاج الحبوب والمسام الواسعة والرؤوس السوداء والبيضاء، وأكيد هو طبعا علاج لمشاكل البشرة الدهنية، بس الأفضل طبعا لو هتستخدميه استخدميه بحذر، لأنه ممكن يعمل لك تحسس، لأنه بيعمل تقشير كده بسيط للبشرة. وطبعا لازم تستخدمي بعديه صن بلوك، ما تتعرضيش لشمس كتير على قد ما تقدري. النوع التاني هو كريم مرطب يومي عادي جدا برضو للبشرة الدهنية والمختلطة. من مميزاته ان هو بينظم دهون البشرة وبيتحكم كمان في اللمعان. وانا شايفة ان هو بيناسب في الشتاء اكتر من الصيف، لان في الصيف ممكن يعمل لك تعرق شديد قوي للبشرة، وممكن يسدلك برضو المسام. من مكوناته فيتامين بي 3 وكمان فيتامين اي، وفي كمان احماض كتير مناسبة للبشرة الدهنية. وهو كمان بيحتوي على نسبة عطر، فخلي بالك. سيبا كلار هيدرا من حياة، هو حجمه 50 جرام وسعره 215 جنيه حاليا. انا شايفة برضو ان كميته قليلة بالنسبة لسعره. طب انهي واحد في الاربعة دول الافضل بالنسبة لي؟ طبعا مرطب ليلاك هو الافضل. كمان لازم تقولولي ايه افضل مرطب عجبكم في الشتا دي.